خدعوك فقالوا ان النشويات هي العدو الاساسي لصحتي، وان انا المفروض ان انا اتجنب النشويات خالص ما دام انا عايزه نظام غذائي صحي. ناس كتيره بتنسى ان النشويات هي المصدر الرئيسي للطاقه بتاعتي، بالذات الناس اللي بتبذل مجهود كبير زي الناس اللي بتروح تتدرب في الجيم، اللي بيبقى عندها مسابقات، الناس اللي بتبذل مجهود عضلي كبير اثناء اليوم. دايما يركزوا على البروتين، يقول لك انا عايز البروتين عشان العضله تنمو. حلو جدا، بس فين البوتاجاز؟ فين النار؟ فين النار اللي هتسوي الطبخه؟ انت عندك البروتين عشان يصلح العضله، البروتين هيصلح العضله ازاي اذا ما كانش عندي مصدر طاقه حقيقي؟ المصدر الطاقه بتاعي هو النشويات. عشان كده دايما تلاقي الكباتن في الجيم بيركزوا قوي على البروتين وبيهملوا تماما حته النشويات. بس مش معنى كده ان احنا نروح ندوس على النشويات، اقول لك اصل الدكتوره قالت احنا نروح ناكل نشويات عشان النشويات هي المصدر الاساسي للطاقه بتاعتي. النشويات دايما بنتكلم في الكميه والكيفيه. انا النهارده جاي اتكلم في الكيفيه، ان انا عندي نوعين من النشويات، عندي نشويات بسيطه وعندي نشويات معقده. النشويات البسيطه دي اللي انا ما بحبهاش، زي ايه؟ اللي هو السكر الابيض، الدقيق الابيض، المعجنات، المخبوزات، الحاجات اللي منقوعه في شربات، الحاجات اللي عليها كريمات، الحاجات اللي احنا عارفينها والاختراعات اللي عماله تطلع كل شويه علينا ديت. ده بيبقى السكر البسيط اللي بيبقى دايما مرتبط بالضغط والسمنه وان يجيب لي مرض السكر. هو ده اللي انا ما بحبوش. لكن اللي انا بحبه اللي هي النشويات المعقده. ايه هي النشويات المعقده؟ النشويات المعقده اللي هي الحبوب الكامله، البقوليات، الخضار، الفاكهه، الحاجات الغنيه بالالياف، الحاجات اللي فيها فيتامينات، اللي فيها معادن، اللي مفيده جدا لصحتي، اللي تقدر تحافظ لي على مستوى السكر في الدم، الحاجات اللي انا محتاجاها يوميا. عشان كده خلونا دايما في وجباتنا لما نيجي نركز في النشويات نركز قوي على الكواليتي، على النوعيه بتاعه النشويات اللي انا بختارها، ان انا اروح دايما ناحيه النشويات المعقده وابعد على قد ما اقدر ناحيه النشويات البسيطه. ودلوقتي جه ميعادنا مع سؤال الفزوره بتاعت النهارده. احنا ذكرنا ان عندي نوعين من النشويات. انهي نوع من النشويات اللي انا بفضله ان يكون موجود في نظام الغذائي الصحي اللي هيفيدني ويمدني بالطاقه وفي نفس الوقت يديني فايده كبيره جدا لصحتي؟